ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم يا رب. معانا طماطمية مبشورة وبصلة مبشورة ومعلقة توم مهروس، هننزل عليهم بمكعب من المرقة ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون وبابريكا مدخنة ومعلقة فلفل اسود، واي بهارات عندك حابة تضيفيها ضيفيها. بهارات معايا كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا مدخنه ومكعب من المرق. قلبت الكلام ده كله مع بعضه كده، ومعايا معلقه من الملح ما تنساهاش. قلبت كل الكلام ده كله معايا، ومعايا الفراخ مغسوله كويس جدا. بدات كده بعد ما الفراخ نشفت معايا من الميه، بدات كل قطعه كده او كل ربع من الفرخه بدات ان انا بالسكينه كده، يعني عشان التتبيله، يعني اشقها كده عشان التتبيله تدخل كل بقى الفراخ كلها كده وتتبل كويس. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها، وما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل، واهم حاجه اللايك. حط لي لايك للفيديو وكومنت حلو عشان تشجعني استمر معاكم. هنا بقى بتبل الفراخ، بخلي التتبيله تدخل كل الفراخ كده من بره ومن جوه، وتبلها كويس جدا. عاوزه اقول لكم التتبيله دي تحفه. حطيت كل بقى التتبيله اللي معايا، وبدأت بقى اتبل بها كل الفراخ اللي معايا ما شاء الله. هنا بقى هننزل بمعلقتين زيت ومعلقة خل كبيرة وليمونة كاملة كده بتعصريها، وتقلبي كل الكلام ده مع بعضه. بدأت بقى اقلب كل الكلام ده عشان التتبيلة او بقية التتبيلة تدخل في الفراخ كلها. معايا هنا بقى معلقة توم كبيرة، معايا هنا بصلاية كبيرة وطماطماية مقطعاها كده صغير، وقرن فلفل بارد بقى حامي اللي انت حباه، ومعلقة توم مهروس. معايا توابل فلفل اسود وكمون، كزبرة ناشفة، مكعب من المرقة، ومعلقة بابريكا. عاوزه اقول لكم التوابل دي عندي بحط، بصي حط اي توابل انت حباها ضيفيها بس كميات قليله، يعني حاولي ما تكتريش التوابل او البهارات في الاكل عشان ما تضيعش معاكي طعم الاكل. هنا بقى بحط مكعب من المرقه، وهقلب الكلام ده كله. بصوا هخليها كده تتشرب التتبيله دي كلها، فروكيها كويس جدا جدا بالبهارات دي. بعد كده بقى معايا كمية من البطاطس مقطعة كده حلقات او جوليان. بصي التقطيعة اللي انت حابة تقطعيها قطعيها. فردتها كده في الصينية. انا جبت صينية كبيرة اكبر حاجة عندي، ونزلت بمعلقتين زيت كده على البطاطس بعد ما عملتها بالتوابل كلها، ونزلت بكمية الفراخ اللي معايا. ما شاء الله، انا جبت اكبر صينية عشان كان معايا فرختين، كانت كمية كبيرة ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين بقى نزلت ببقية التتبيلة على الفراخ. هنا معايا بقى مية مغلية، ونزلت عليهم بمعلقتين من الصلصة او معجون الطماطم، او لو حابة تعملي طماطم فريش اعملي. بتضيفي بقى معلقة سمنة كبيرة، لو حابة تضيفي مكعب من المرقة في المرحلة دي تضيفيها. بهارات بقى للبهارات اللي انت حابة برضك تضيفيها ضيفيها. حطيت معلقة بابريكا ومعلقة ملح كده، وقلبت الكلام ده كله مع بعض. هنا اللبن، بقول لكم اللبن هنا بيغلي اهو. طفيت عليه البوتاجاز عشان هنعمل بيه شوية رز كده في الفرن. نزلت بقى على الفراخ بالمية اللي معايا دي، وسبتها كده على البوتاجاز. ولعت البوتاجاز سبتها تغلي غلوتين، وبعد كده حطيتها في الفرن. اهم حاجة تغطي على الفراخ كويس. هنا معايا الرز بقى ما شاء الله، اول ما اخد لون كده وشرب اللبن خالص، نزلت كده بمعلقتين قشطة على الوش كده، ومعلقتين سمنة كبار،
ما شاء الله كان مخليين الرز طعمه حلو جدا. وبعد كده دخلتهم بقى دخلت الرز في الفرن تاني. حابة تحط زبدة بقى، حابة تحط بقى سمنة، زيت، المتوفر عندك والمتاح حطيه. هنا ما شاء الله بصوا بقى، هنا الرز خلاص يعني. والفراخ طلعت الرز من الفرن، حطيت صينية الفراخ ما شاء الله. بصوا اللون بقى، كانت لون وشكل وطعم بجد تحفة تحفة تحفة. انا بعمل التتبيلة دي لكل انواع الفراخ اللي انا بعملها، بحب اعملها جدا بالطريقة دي. يعني ولادي بيعشقوها. ما عدتش بحب الفراخ اللي هي اللي احنا بنسلقها ونحمرها في زيت والكلام ده، لا. انا دايما بحب اعملها كده. بجد جربوها، وربنا يحسن ما بين ايديكم، صحة وهنا على قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله استنوني في فيديوهات كتير، وشجعوني باللايك، ما تبخلوش عليا بلايك، حطوا لي لايك للفيديو وكومنت حلو عشان استمر معاكم. ده كان فطارنا النهارده. انا بس كده ايه، كملت بقى مع نفسي، عملت العصير وعملت طبق سلطة. وصحة وهنا على قلبكم، وكل عام وانتم بخير. ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال.